نقدم لكم هذا الكيك اللي كيجي لذيذ ورائع بزاف، كيجي يعجب الكبار والصغار، كيجي بنين بهذا الشكل. الا عجبكم هذا الكيك وبغيتو تشوفوا الطريقه ديالو شاهدوا الفيديو حتى للاخير. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو البنات، وما تنساوش من صالح دعائكم، وما تنساوش ديروا له لايك، وندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لهذا الكيك كنحتاج واحد 4 البيضات درتهم في البول، وكنحتاج واحد 60 غرام ديال الشوكولاته غيش او شوكولا نوار وصافي، 150 غرام ديال الدقيق، واحد شاسي ديال الفاني، واحد شاسي ديال الخميره ديال الحلوى من وزن 15 غرام. كنحتاج واحد الكاس ديال الشوكولا، داك شوكولاته الحلو، داك الكاوبيل اللي كيقولوا له في المغرب. انا استعملت هاد الماركه ديال الحليب اللي كيديروا له هذه شوكولاته، هاد اللي استعملت. نتوما في المغرب راه كاين هذاك نيسكويك او كاوبيل. كاس ديال الحليب ديال العنبه، القياس ديال الكاوبيل، قد ديال الزيت، قد ديال الماء. بالنسبه للسنيده حتى هو كاس ديال العنبه، فانا عبرته وضفته في الكاسرونه. خديت هاد الكاسرول غنوضع فيها هاد الكاوبيل مع هاد السنيده، غادي نضيف لهم هاد الماء، وغادي نضيف الزيت، وغادي ندير هاد الخليط عندي، غادي نحركو واحد سباتيل، وغادي نوضعو فوق النار حتى يذوب لي هذيك السنيده، تذوب مزيان هي والكاكاو. ونزيد عليها داك الشوكولات، ونتلاقاو باش نكملوا المراحل ان شاء الله. هنا من بعد ما بدا كيذوب داك السنيده، كتحسوا بها ما بقاتش حرشه فوق البوطه ديالي، ها نتوما كما كتشوفوا. غادي نضيف هاد القطع ديال الشوكولات اللي قلنا 60 غرام، غادي نخليهم نحركهم حتى يذوبوا حتى هما، ونزولهم فوق النار. انا من بعد ما حسيت الشوكولاته حتى هو بدا كيذوب، فما نخليوش يغلى، فقط ان تحسوا كلشي بدا كيذوب. ها هو الشوكولاته بدا كيذوب، فراه داك الحراره ديالو غادي يكمل الذوبان ديالو، يعني ما نتسناوش عليه بزاف باش ما يطيب ليناش ثاني البيض، لان غنضيفوه على البيض. فغنطفي البوطه وغادي نخليه هذاك الشوكولاط يكمل الذوبان ديالو. الهدف ديالنا انه يذوب الشوكولاط وتذوب السنيده فقط، باش نحصلوا على واحد الصلصه بحال هذا الشكل. غادي نخليه انا بحال كنحرك هنا تيبرد، ما يكونش سخون بزاف يعني يطيب لينا البيض. وغادي ندوزو باش نطربوا البيض هو الفاني حتى يضاعف الحجم ديالو شويه. صافي، هنا ها البيض ديالي درت ليه الفاني، ودابا غادي نطربو مزيان. هنا من بعد ما ضاعف الحجم ديال الخليط ديالنا ودفى هذا الخليط ديال الشوكولاط والسنيده، وداب هذاك الشوكولاط يعني ما بقاش، غادي نضيفو على هاد الخليط بشويه بشويه. وغادي نطرب. هانتوما كما كتشوفوا الخليط انسجم عندي مزيان، يعني الخليط كله انسجم. دابا غادي نضيف الخميره والدقيق، ونضيف هاد الخميره على الدقيق،
غنحيد هذا وغنبقى نضيف الدقيق بشويه وكنحرك بلا ما نشعل الطراب، يعني نحرك به نفس كنبقى ندخل فيه هاد الدقيق بشويه بشويه، يعني تينسجم لي الدقيق مع الخليط. الخليط راه ما تيجيش ثقيل وما تيجيش خفيف، نبقى نكمل بحال هكا حتى نشرب هاد الدقيق. ها هو كما كتشوفوا غادي نخدم واحد شويه بما نساجم لي كلشي. نخدم الضرة انا تيبان لي 150 غرام ديال الدقيق ما دارتليش، يعني باقي جاري بزاف، يعني غادي نحاول نزيد واحد 2 معالق. نكمل نزيد 50 غرام، نكمل 200 غرام لان البيض عندي الحجم ديالو كبير، فلهذا غادي نزيد واحد 50 غرام ديال الدقيق. هذه 50 غرام، ها هي عبرتها وجدتها، يعني بحال المجموع الا كان هذا البيض كبير، انا كان عندي البيض الحجم ديالو كبير صراحه، فديروا 200 غرام احسن، لان الا كان خفيف بزاف ما غاديش يطلع لكم، غادي يهبط. خصو يكون ما خفيف ما ثقيل، ايضا ما خصوش يكون ثقيل بزاف، لان الا كان ثقيل فغادي يكون قاصح، يعني مدقص، ما غاديش يجي خفيف وهشيش. صافي هذه هي الخفه اللي انا كنت محتاجه. غنحيد هاد الطراب ديالي، نحيد هادو صافي، غنبقى نحرك غير بلا سباتول. هادي هي لاستوف ديالو، هي هادي بحال هكا. صافي نتوما كما كتشوفوا الكيك راه عندي في نفس الوقت خفيف، يعني ما ثقيلش. خلط مزيان صافي، ونجيب القالب دابا غادي نديرو فيه الكيك. ها هو القالب، درت هذا الشكل هنا، دهنتو بالزبده والدقيق. الا كان عندكم الكاكاو دردروا ليه الكاكاو احسن، كان احسن، لان الكيك الشوكولات كيبغي الكاكاو، فانا ما عنديش، عندي غير هاد النسكويك فيه السكر، حبيبه السكر ما غاديش يجي، لهذا درت غير الدقيق. وكنخوي الكيك ديالي. الفران سخنته على درجه 200، نشعل عليه من التحت حتى طيب لي الكيك ديالي، ومن بعد غادي نشعل عليه الفوق. هذا هو الخليط ديال الكيك ديالي، كما كتشوفوا راه خف من الكيك العادي اللي كنديرو، كيكون خفيف عليه شويه باش كيجي هشيش. بعد من يطيب لي الكيك غندوزو نصوبو واحد الصاصه هي اللي غادي نسقيو بها ان شاء الله. في هاد لاصوص كنحتاج واحد 50 غرام ديال الشوكولات ونوتيلا، غنحتاج منها واحد 2 معالق كبار، غادي ناخذ منها 2 معالق، وواحد هنا تقريبا انا اللي عبرت 100 غرام ديال لا كريم فريش، يعني نص كاس ما عامرش، فوت نص كاس تاع العنبه، يعني كاس العنبه راه باقي له غير شويه باش يعمر. المهم هذا هو قياس ديال العنبه اللي ما عندوش. في نفس الكاسرونه اللي ذوبت فيها باش ما نبقاش نجبد المعان غادي ندير فيها هاد لا كريم فريش، نفس اللي ذوبت فيها ديال الخليط ديال الكيك. غادي ندير فيها هاد الشوكولات حتى يذوبوا، من بعد غادي نزيد عليهم 2 معالق كبار ديال النوتيلا. غادي نشعل البوطه صافي، ندير الخليط ديالي يذوب، من بعد غادي نتلاقاو باش ندير النوتيلا. هنا ها هو الخليط ديال لا كريم فريش
والشوكولاط ها هو غلا وداب لي الشوكولاط مزيان. غادي نزيد عليه دابا 2 معالق ديال النوتيلا. فاللي ما عندوش لا كريم فريش يقدر يعوضو، ها هي المعلقه الاولى، يقدر يعوضو بالحليب ماشي مشكل. ها هي المعلقه الثانيه صافي. وغادي ندوب هاد النوتيلا مع الشوكولاط ديالي بهذا الشكل صافي. وغادي نخلي الصلصه ديالي حتى تدفى. ملي تخرج الكيكه ديالي طيب غادي نسقيه بها، وتزين كل واحد حسب الرغبه ديالو. تقدروا تزيدوا فيرميسي شوكولا ملون او اسود اللي عندكم. حتى انا غادي نشوف اللوز ايفيلي، غنشوف شنو متوفر لي وغادي نشوف باش غنزين. حقيقه باقي ما عرفتش شنو عندي ولا ما عنديش، المهم غادي نشوف صافي. هذه هي لاصوص باش غادي نسقيو الكيك ديالنا. في انتظار طيب الكيك نتلاقاو باش نشوفوا مرحله التزيين ان شاء الله. هذا الشكل النهائي ديالنا ديال الكيك ديالنا كيجي بهذا الشكل. كيجي رطب وهشيش ولذيذ بزاف، يعجب الصغار والكبار. نتمنى يعجبكم هذا الكيك، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا له لايك، تابونوا في القناه ديالي باش دائما يوصلكم جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.